مساء الخير. الجلسة السابقة I'm always pleasantly surprised من أشوف بناتنا وولدنا. يعني معنى كلمة سارة هو أميرة، واليوم سارة فعلا كانت أميرة. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عند قول يقول فيه ربوا أولادكم، ما ضابط بالضبط الكلمات، ربوا أولادكم على أخلاق غير أخلاقكم لأنهم سيعيشون في زمان غير زمانكم. اللي قدمت لنا يا اليوم سارة هو يعني منظور well balanced comprehensive لما يعانيه أو لما يعيشه الجيل الأول من المهاجرين. واقع الدراسات في كل العالم وعبر الثقافات بغض النظر يعني عرب ولا إيطاليين ولا أي فئة من الفئات اللي تهاجر من بلد إلى بلد آخر، الضحية يكون الجيل الأول اللي يلي يعني اللي هو جيل سارة وجيل أخوانها اللي هي صنفتهم بأصناف ثلاثة. هي ضريبة. نعم، ضريبة معكم وضريبة يدفعوها اللي يجوا، وبعدين ضريبة أخرى اللي يدفعوها أولادهم. وفي واقع الأمر أنه الضريبة هذه هي أثقل. يعني قبل ما أجي إلى هنا سوينا بوقتها دراسة عن الجنريشن جاب. يعني كان اكو حكي هواية أنه اكو جنريشن جاب، فرق ما بين المطالب الآباء ومطالب الأبناء. فسوينا دراسة اللي قارنا بها القيم ما بين جيل الآباء وجيل الأبناء. فأخذنا بوقتها العدد اللي العينة صار 466 أب، 466 أم، 466 بنية، 466 ولد. من الثانويات الأولاد والآباء والأمهات عينة عشوائية. يقولوا ليش 466؟ هي مو 466، احنا بدينا بحدود 800، لكن لأنه ما تصير مزاوجات كافية فاستثنينا كل الأعداد اللي بقت في النهاية هي هذه الأعداد. لما طبقنا اختبار روكيتش للقيم، سلم القيم، وهذا يقسم إلى قسمين. قسم اللي هي الأهداف الوسيلية، يعني how to get to something، يعني شنو الأفضل، طريقة اللي أفضل من هاي إلى هاي إلى آخره. والأهداف النهائية اللي هي شنو الغايات النهائية اللي يفضلون الناس الوصول إليها. الشيء اللي طلع عندنا اللي هو كان موضع استغرابنا كثيرا اللي هو أنه لا توجد فروق واضحة بين جيلي الآباء والأبناء. يعني هناك تقارب كبير، هناك على الأقل في الأردن اللي لربما إذا هو يشبه إذا نوعا ما يشبه الوضع في العراق أو في غير العراق مع الفارق، قياس مع الفارق. الآن وجدت بعض الفروق. يعني مثلا شفنا بأنه الاختلاف بين الجيلين مو هالقد كبير، بس الاختلاف بين الجنسين نوعا ما كبير. اللي شفناه أيضا موضع استغراب، وبعدين لما درسناه افتهمنا ليش. شفنا قيم البنات أقرب إلى قيم آبائهم من قيم أمهاتهم. والفرق في هذا السبب، يعني تحسيننا لهذا الفرق، هو أنه البنات اللي هم يعيشون بأفكار معاصرة والآباء اللي هم أقرب، لأنه يشتغلون قيمهم أكثر معاصرة من قيم الأمهات. يعني من المعروف أنه إحنا عندنا لما نريد ندور على الخرافات، ما نريد ندور على الطقوس الفولكلورية، نسأل النسوان من نسأل الرجال. فعلى كل حال الشيء اللي طلع عندنا أنه طبعا
هذا هناك في مجتمع اللي عايشين بالآباء والأمهات والأولاد والبنات عايشين سوا في نفس المجتمع. اللي يصير هنا شنو؟ أنه ناس جوي من مجتمع بقيم وعادات وتقاليد، وولدهم مثل ما أشارت بنتنا سارة أنه الأولاد هنا يعيشون في مجتمع آخر. إحنا الشيء اللي نعلمهم إياه أكو 1000 واحد يعلمهم غير. فطبعا هذا مما هو اللي يؤدي إلى المشكلات. الحلول اللي طرحتها سارة طبعا يعني أنا أتمنى لو بالإمكان ترجمتها ونشرها، لأنه يعني فعلا المنظور اللي تقدمه هو منظور ناس عانوا بطريقة معينة من أهلهم، مثل ما قلت أنه طرح comprehensive و deep و very well articulated. طبعا الأهالي يعني في تصرفاتهم ويا أولادهم مربوطين بضغط اجتماعي عالي جدا. يعني الناس كلها تباوع على نفس أنه وتفسر أي خروج عن القيم العراقية الأصيلة اللي جايبين بها، مو أصيلة بالمعنى الأصالة، تفسر على أساس failed marriage، وهذا ليس صحيحا. فالواقع مثل ما أشارت ابن سارة أنه الأولاد يطلعون ambivalent، يعني منا مؤمنين بقيم أهلهم ويريدون مثل ما قالت يربون أهلهم، من ناحية أخرى هم عاشوا في مجتمع إلى قيمه. في الخلاصة يعني أنا أتمنى يعني مخلصا أن الشيء اللي تفضلت به بابن سارة هو أن يترجم ويعمم على أوسع نطاق. شكرا جزيلا. كل جزيلا أخواننا.